ايه رأيكم النهارده تيجوا نعمل كشري مصري اصيل؟ بتهيالي مفيش حد ما بيحبش الكشري. في ناس كتير بتستصعبه شويه، بس انا هقول لكم على طريقه سهله ليه وهتعملوها وهيعجبكم طعمه قوي. واهم حاجه شويه الشطه كده اللي فوق. يلا بينا، هقول لكم على طريقته. هنجيب عدس بجبه، الكميه طبعا اللي انتوا حابينها. انا هقول لكم على المقادير اللي انا استخدمتها قد ايه. انا كنت جايبه تمن عدس بجبه، وحطيته الاول، غسلته كويس وجبت حله فيها ميه، حطيته عليها واديته غلوتين على النار. بعد كده قفلت عليه وصفيته وركنته على جنب. هقول لكم هنعمل بيه ايه تاني. هنجيب حله نحط فيها زيت ونحط عليها الشعريه ونحمرها. بعد ما تتحمر هنصفيها ونخرجها بره الحله ونحطها على جنب. نكون مقطعين البصل اي تقطيعه انتوا حابينها. وبعد كده هنحط عليها معلقه كبيره من النشا، ونبتدي نقلبهم كويس قوي مع بعض عشان كل البصل ياخد طبقه من النشا. بعدين هنحط في الحله اللي كان فيها الشعريه، هنزود عليها شويه من الزيت ونحط عليها البصل ده. واهم حاجه ما تسيبوش البصل وتغيبوا عنه، لان هو ممكن يتحرق. خليكوا واقفين جنبه لحد ما ياخد اللون الكريسبي واللون الذهبي اللي انتوا حابينه. عايزه اقول لكم ان هو بيطلع كريسبي وحلو قوي. لو عندكم كمان بصل ابيض مش احمر ممكن ما تحتاجوش خطوه النشا، لان هو بيطلع مقرمش لوحده. اهم حاجه ان هو ياخد اللون المظبوط وما يتحرقش. انا هنا طلعته بلون حلو جدا، الكاميرا كمان كانت مزوده لونه شويه مغمقاه. هكون مجهزه بعديها خلاص طلعته. سيب الحله دي على جنب، هنعوزها تاني. ده عصير طماطم، هنحط في حله توم مفروم وعليها كزبره. اول ما تتحمر ننزل بمعلقه كبيره من الخل وعليها عصير الطماطم. احط عليها كمون وفلفل اسود وملح واسيبها تتسبك. نفس الحله اللي عملنا فيها البصل هنزل عليها بالعدس، واحط عليه ميه. ميه ما تبقاش كتير، واحط عليها مكعب من المرقه. عندي رز اهو، رز عادي مصري، واحط عليه حبه صغيرين جدا من العدس الاصفر واغسلهم كويس. اول ما العدس يبتدي يطلع القشر بتاعه لفوق كده يبقى تمام، هنزل عليه بالرز وانزل عليه بالشعريه، واحط الكمون وفلفل اسود وملح. واول ما الميه تقل كده خالص اوطي عليه واسيبه بقى ايه يستوي براحته. بجيب اهي ميه هنحط فيها المكرونه بتاعتنا، ملح ومكرونه. اول ما تطلع المكرونه وتتسلق ننزل عليها بمعلقه من الزيت ونقلبها كده علشان خاطر ما تبقاش ايه معجنه. بصوا بقى البصل بيبقى حلو جدا. يلا بقى نعمل الدقة. هنجيب بولة كده صغننة نحط فيها توم مفروم معلقة كبيرة، ننزل عليها بكمون وشطة اختياري طبعا، حبة خل صغيرين وشوية من عصير الليمون، ونحط عليها مية والملح. بس كده بقت جاهزة. بصوا بقى طبق الكشري بيبقى عالمي. لازم تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، ولازم تعملوا لي لايك وفولو، وما تنسوش حركة الاكسبلور. وبس كده خلاص بقى جاهز معانا احلى طبق كشري. يلا باي باي.